زي ما انتوا شايفين كده عيالي عايزين يشتروه من تحت بفلوس كتير. قلت لهم هاتولي انا الفلوس وانا هعمل لكم كل حاجه في البيت. بصوا يا جماعه، حطيت البضايه في قلب الازازه ووفرت على نفسي كتير كتير كتير. هتشوف ازاي اختراع جميل. بصوا ما يوصفش، هيتعمل حلو وهيتعمل حادق. بصوا صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في قناتي وتحطوا لي اللايك الجميل عشان بيدعمني قوي 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 قوي. ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا بقى انا عملت ايه هنا. هنجيب بضايه وهنجيب كوبايه دقيق وهنجيب كوبايه ميه. التلاتة حاجات دول في الإزازة. طبعا هنحط كوباية الدقيق الأول. هنجيب زي ما انتم ما شايفين كده قمع معانا من عند أي حد، يعني بتاع ايه أدوات منزلية. عندك انتي في البيت مش مشكلة، ما يخسرش. على فكرة لو مش عايزة برضو تعمليها في ازازة ممكن في طبق عادي، بس هم ولادي شافوا صاحب المطعم بيعملوا كده، فهو فرح الاطفال بيها. انا قلتها لهم هعمله لكم في البيت بدون اي بقى لا تعب ولا ايه ولا مجهود ولا اي حاجة، وبأقل الامكانيات هنعملها وهنوفر على نفسنا وبرضو مش هندفع كتير. حطيت كوباية الدقيق في قلب الازازة ورحت عاملة ايه اهي. بصوا كأنها بتتنخل بالظبط زي هما ما شافوا صاحب المطعم انا هعمله لهم برضو في البيت، ووفرت على نفسي كتير. بصوا حطيت كوبايه الدقيق وهنحط عليها كوبايه الميه وهنحط عليها البضايه وسنه فلفل اسمر وسنه ملح، ربع معلقه ملح وايه وشعريه فلفل اسمر كده. تمام تمام. هنرج بقى الازازه كويس قوي قوي قوي، كوبايه ميه على كوبايه الدقيق وعلى البضايه. هتشبه، هي يعتبر تشبه عجينه الكريب بالظبط، بس هم ولادي حبوه ايه، حبوه من عند المطعم ده، فقالوا لي ماما احنا عايزين يعني ناكله زي ما بناكله هناك. قلت لهم خلاص وانا هعمله لكم هنا. انا عملته لهم بقى ازاي، لا حشيته فراخ ولا حشيته اي حاجه، ما حشيتوش اي حاجه خالص. هم حبوه كده ومحشي جبنه وخيار ايه وخيار مقطع، وفي اللي حشاه بطاطس وفي اللي كل واحد ايه على حسب الحشوه اللي هو بيحبها. ما شاء الله عملت لي كميه كبيره قوي هتشوفوها دلوقتي، بس ايه بس سامحوني بقى ايه في اخر الفيديو من اللي هتشوفوه. معلش. بصوا اهم حاجه ترجوا الازازه كويس قوي قوي قوي. مش هنسيبها ترتاح لان دي عجينه ما فيهاش خميره وما فيهاش اي حاجه، مش هنسيبها ترتاح. اهم حاجه ترجي الازازه طول ما انت واقفه ايه ترجي فيها. خلاص. بصوا هي بقت عجينه سايله ازاي، زي عجينه الكريب او زي عجينه القطايف. هنجيب طاسه تيفال، طاسه ألمونيا براحتك اللي عندك يعني متوفر اعملي فيه، وهندهن سمنه وهنحط ايه وهنحط عليها الخليط اللي انتوا شايفينها ده. بصوا ما شاء الله الله اكبر، هيعمل لي كميه حلوه قوي. هي مش بكتير برضو يعني، هي ايه هي بس اول كريبايه طلعت مني طلعت مني خفيفة شوية، بس انا بعد كده هظبطها وهيبقى جميل ما شاء الله، تبقى زي العسل والله وهتشوفوه معانا. اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي اللايك الجميل يا ريت. اتمنى منكم فضلا وليس امرا، وتكتبوا لي تعليق حلو. انا بفرح بتعليقاتكم جدا 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 وبفرح باشتراكاتكم جدا. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. بصوا هنا خلاص هنعملها ازاي زي عجينه الكريب، بس انا بقى مش هعمل ايه يعني ايه مش مخليها خفيفه زي عجينه الكريب، لا انا مخليها تقيله شويه زي المطعم ما بيعملها. انا عملتها لهم بالظبط بنفس الخطوات مش اكتر ولا اقل. بس كده. هي يعني على الوش هتتحمر على الوش ده وعلى الوش ده شويه وهشيلها. عايزه بقى احط عليها نوتيلا، عايزه احط عليها الحشوات اللي انت عايزاها اعمليها براحتك، وهدخلها الفرن بجبنه موتزاريلا من فوق. تمام. بس كده هي هدخلها الفرن هعملها زي الرقات كده. بس هي خطواتها بسيطه قوي 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 وهي مش محتاجه اي حاجه يعني. خلاص بصوا اتحمرت معايا ازاي، بس هي العجينه تقيله شويه مش زي الكريب يعني. اتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا لي زر الجرس وتحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم. بالله عليكم حطوا لي اللايك ماشي عشان بيرفع من الفيديو جدا وبيخليه يتشاف فضلا وليس امر. بصوا بقى تاني عجينه انا هخليها تقيله شويه ما شاء الله. هوريها لكم في باقي الفيديو. هتشوفوه معايا ان شاء الله. معلش بس عشان الفيديو اللي التليفون فصل مني ما قدرتش اكمل لكم باقي الفيديو، بس هتشوفوا ان شاء الله بالايه
الحشوات هبقى يعني اعمله لكم فيديو تاني بحشوات. معلش سامحوني عشان التليفون فصل ما قدرتش اكمل لكم الفيديو، بس انا برضو قلت اطلع لكم الوصفه لو حبيتوا تعملوها. بصوا هي بتتحط رقات، بتتحشي قيمه 3 4 رقات، وبتتحط جبنه موتزاريلا من فوق وبتدخل الفرن بس، وبتتقطع زيها زي الجلاش كده 4/4، وما شاء الله بتبقى زي العسل جميله. جربيها وقولي لي عجبتك ولا ما عجبتكيش. الحشوه اللي انت عايزاها حطيها، حشوه فراخ حطيها، لحمه مفرومه تمام ماشيه معاكي، جبن برضو وزيتون وطماطم وفلفل الوان، كل ده برضو ماشي معاكي. 4 رقات ما بين كل رق ورق الحشوه تمام، وهندخلها الفرن وجبنه موتزاريلا من فوق وبس